دعا المنتدى العربي للبيئة والتنمية في مؤتمره السنوي الثالث الذي أنهى أعماله في بيروت، دعا الحكومات العربية إلى تأمين مزيد من الإمدادات المائية وإلى خفض الهدر في المياه، وطلب المنتدى في توصياته ببذل جهد حثيث لاعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تتيح تحولا من ثقافة تنحصر في تأمين مزيد من الإمدادات المائية من خلال مشاريع تطوير باهظة الكلفة إلى ثقافة تدير الطلب عبر تحسين الكفاءة وخفض الهدر وحماية المياه من الاستخدام المفرط. العالم العربي أكثر المناطق جفافا على وجه الأرض، هذا ما خلص إليه تقرير استشرافي جديد عن ندرة المياه بحلول سنة 2015. التقرير الذي أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية أكد أنه بحلول ذلك التاريخ ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب، وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد. وذكر التقرير أن العالم العربي يعيش بالفعل أزمة مياه ستتفاقم إذا لم تتخذ إجراءات مناسبة، مضيفا أن حصة الفرد تراجعت إلى ربع ما كانت عليه سنة 1960. ويزيد النمو السكاني السريع من الضغوط على موارد المياه، فوفقا لتوقعات الأمم المتحدة فإن العرب الذين يبلغ عددهم الآن نحو 360 مليون نسمة سيتضاعف إلى نحو 600 مليون نسمة بحلول سنة 2050. إضافة إلى ذلك سيزيد التغير المناخي من تفاقم الأوضاع، وبحلول نهاية هذا القرن فإن الدول العربية قد تشهد انخفاضا بمقدار 25% في سقوط الأمطار، وزيادة مقدارها 25% في معدلات التبخر وفقا لنماذج التغير المناخي التي استشهد بها التقرير. وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك فإن الزراعة التي تعتمد على الأمطار في الري ستصبح مهددة، حيث سيتراجع متوسط المحصول بمقدار 20%. التقرير أكد أيضا أنه خلال 5 سنوات فإن العراق والسودان فقط سيجتازان اختبار شح المياه الذي جرى تعريفه على أنه يزيد على 1000 متر مكعب سنويا للفرد. وذكر التقرير أن بعض المياه التي تحلى بتكاليف باهظة تستخدم في ري محاصيل منخفضة القيمة أو في ملاعب الجولف، ورغم شح المياه إلا أنها تستخدم بإسراف في العالم العربي بسبب انخفاض أسعارها والدعم الذي يقلل من التكلفة. ويقول التقرير إن مجانية المياه أحد أسباب هذا الهدر، مشيرا إلى أن متوسط الأسعار التي يتم تقاضيها في المنطقة تغطي 35% من تكاليف إنتاج المياه و10% فقط من تكاليف التحلية.